النادي الاهلي ينتصر على الزمالك 3-0. لما تيجي تعايرني بحاجه وتقول لي يا ابو 3 يبقى انت اللي كسبان. لما تيجي تعايرني بانجاز تبقى انت اللي عامله، تبقى انت صاحب السبق. مش تعايرني بفريق تاني عشان انت عويل، عشان انت قليل الحيله. البيضه دي ملاكي بتاعتي رايح جاي، تطلع فوق تتصدر الدوري تتنطط، التحكيم يفوت لك. انت بتاعي، انت بتاعي، انت الملاكي بتاعي، انت الركوبه بتاعتي. الخطين الحمر دول بتوع انا، الخطين الحمر والابيض ده بتاعنا مش بتاع حد تاني. بس انا مش مبسوط. يعني تحس انه فوز مجليط كده، فوز يعني عادي، اللي هو كسبت عادي، ده العادي بتاعي. انا لسه تالت الدوري. فوز ملوش اي طعم، فوز يعني بلعيبه انا مش طايق، انا قاعد مش طايق اللعيبه. انا مفيش غير حسين الشحات بس، ده بالنسبه لي هو رقم واحد. انا مش مستحمل اي لاعب خالص، ولا طايق اي لاعب في الاهلي. لا، وبتتكبر بعد المباراه، الجمهور بينادي لك واخد بعضك وماشي. هو ده العادي، هو ده المنتظر من اللعيبه دي. بس انا مش مبسوط. ده العادي بتاعي، ان انا مبسوط للنادي الاهلي كنادي اهلي، انما كلعيبه دي لا. اللعيبه دي ما تستاهلش، اللعيبه دي ما تستاهلش السكور بتاع النهارده ده. مبسوط جدا للنادي الاهلي، انما كلعيبه وكمجلس اداره ما يستاهلوش والله. فوز مجليط، فوز ملوش اي طعم. تخسر من بيراميدز وبتتعادل مع، ما تمسكليش في ضربه الجزاء. خلاص الدنيا ما وقفتش، الدنيا ما وقفتش. ضيعت ضربه جزاء النهارده، جبت جول، الدنيا مشيت وكسبان 3. فده العادي بتاعي. ده كان اسهل ماتش في السته بالنسبه لي. الزمالك ده طول عمره اسهل ماتش للنادي الاهلي، نفسيا كمان قبل ما يكون فنيا. ففوز انا مبسوط طبعا للنادي الاهلي، انما فوز ملوش معنى بالنسبه لي. بالنسبه لي انا كمشجع للنادي الاهلي، فوز ملوش معنى. معنويا ان اعمل ايه يعني؟ معنويا دي هتوصلني ايه؟ انا بره دوري الابطال وبره الدوري، معنويا دي عملت لي ايه؟ طب هل اللعيبه دي فرقت معاها معنويا؟ لا. هل اللعيبه دي مقدره جمهور الاهلي؟ برضه لا. كسبان 3، الجمهور بينادي لك، عملت ايه؟ خدت بعضك وطلعت. يا عم بلا جمهور بلا خرا، احنا في اعلانات وفي سهر وفي مطاعم وفي دنيا تانية عايزين نشوفها. فمكسب بالنسبه لي انا للنادي الاهلي كتاريخ، بس بتعمله على حساب البيضه اللي بخطين حمر الملاكي بتاعتك. غير كده انا عادي، مكسب عادي. كسبنا اهلا وسهلا. بيراميدز النهارده كسب انبي، خلاص. يعني انت حتى المنافسه ما بقتش بينك وبين بيراميدز بس، بينك وبين الزمالك. انت خارج المنافسه اصلا، انت لحد دلوقتي خارج المنافسه. انت محتاج بيراميدز يتعادل الماتشين الجايين والزمالك زيه وانت تكسب. سيبك من ان هم يتعادلوا، ممكن تحصل. انت محتاج ان انت تكسب الماتشين الجايين، وده مستحيل مع الجيل ده واللعيبه دي، مستحيله. في النهايه هو فوز يستحقه جمهور النادي الاهلي فقط، لا اداره ولا جهاز فني ولا لاعبين. وزي ما قلت، فوز بلا طعم من وجهه نظري.